السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو دي قناتي وأنا غادة، واللي يعجبه الفيديو ما ينساش يشترك في القناة وتعليق حلو كده ونصلي على النبي. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل بانيه، البانيه المقرمش اللي ليه طبقة ثابتة وهو لونه ذهبي ومقرمش معانا وتتبيلة لذيذة جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا في البانيه بنحتاج صدور فراخ. بجيب صدور الفراخ وأقطعها، بحب أقطعها بسكينة عريضة كده طرنشات أو شرائح، وابدا احضر معايا التتبيله بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. التتبيله ديّة انا ضربتها عباره عن ايه في الخلاط: بصلتين، طماطمتين، حبايه فلفل اخضر رومي، تمام، واضربهم مع بعض في الخلاط وابدا احط عليه التوابل بتاعتي. طبعا كل واحد بيحط التوابل اللي بتحبه او يعني اللي بيحبها او اللي بيفضلها. انا بحط ملح زي ما شفتوا، معلقه فلفل اسمر، معلقة كاري ده بيودّي طعم التتبيلة في حتّة تانية خالص، بجد باعمل أي حاجة بالفراخ لازم أحط عليها كاري، تمام. بعد الكاري باحط معلقة بابريكا، معلقة كركم، زي ما أنتم شايفين التوابل باحطها فوق بعضها كده على عصير الطماطم والبصل مضروبين مع بعض. بهارات، ال7 بهارات، تمام، يبقى ملح، فلفل أسمر، كاري، بابريكا، بهارات أو ال7 بهارات، كركم، دي معلقة كركم، وفي الآخر خالص باختم بربع معلقة قرفة تحفة. أنا باحب القرفة باحطها في المشويات، على الفراخ عمومًا بتبقى لذيذة جدًا. باقلّب أهو، بنقلّب مع بعض الطماطم والبصل والتوابل بتاعتي. بعد ما أقلّبها وكلّه يمتزج ببعضه حلو أوي، بابدأ أنزّل الفراخ بتاعتي قطعة، قطعة، بس لازم أقلّب الحاجات دي كلّها علشان التتبيلة تتقلّب كويس مع بابدأ أنزّل يا جماعة. طبعًا بتبقى مغسولة الشرايح بتاعتي كويس أوي ومعصور عليها ليمون. بابدأ أنزّل الفراخ بتاعتي كلّها أو قطع الفراخ بتاعتي في التتبيلة وأقلّبها كده، وأخلّي التتبيلة تيجي على كل قطعة علشان الفراخ بتاعتي تشرب من التتبيلة حلو أوي. وباسيبها طبعًا على الأقل، لو أنا باعمل الفراخ دي الصبح باسيبها من بالليل في التتبيلة بتاعتها علشان تتشرب الطعم والريحة وتدّيها نكهة لذيذة جدًا. تمام. لو باعملها عادي لمّا تيجي من شغلِك بتعملي الأكل بتاعِك، فبتيجي تتبّليها قبلها بساعة أو بساعتين. أهو باقلّبها، باحاول أقلّب، يعني أقلّب كل واحدة أقلّبها من الوش ده للوش التاني علشان تشرب من التتبيلة حلو أوي. أهو باقلّبها على الوشين كده علشان التتبيلة تشرب حلو أوي. طعامة البانيه يا جماعة وحلاوة البانيه بتبان في إن قطعة الفراخ شاربة أوي من التتبيلة بتاعتِك. مش حطيتيها في تتبيلة وطلّعتيها وخلاص، لأ، أنا باقلبها على الناحيتين، على الوشين، وباخلّيها تشرب من ده بيدّيها نكهة ولون وطعم تحفة، بيدّيها طعم تحفة وبيدّيها لون دهبي من برّه كده وقرمشة وطبقة لذيذة جدًا، تمام يا جماعة. فعشان كده أنا مش باحطها في التتبيلة وبس، أنا بابدأ أقلّبها كويس، كل شوية أقلّبها كده وأبدأ أسيبها في التتبيلة بتاعتها لغاية ما تشرب من التتبيلة والريحة خالص. هي خلّصنا كده وخدت راحتها في التتبيلة. أبدأ بقى أقلي البانيه بتاعي، باكسر بيضتين، باضرب بيضتين بالملح والفلفل، وعندي طبق دقيق وطبق فيجيتار. طبعًا بتنزلي بالقطعة بتاعتِك في الدقيق الأول، وبعد كده تنزّليها في البيض، تعمل طبقة وتنقليها على الفيجيتار، أهو يا جماعة أهو، وبتقليها في زيت غزير جدًا. بس طبعًا تاخد سواها على النار وتبدئي تبقي عاملة معاها مكرونة أو شيبسي، تحفة، تحفة يا جماعة. أهي سخنة قدامنا ولذيذة، الطبقة لوحدها تتاكل كده حاف. أهو يا جماعة بالهنا والشفا، ده طبق اللي أنا عملت طبقين بتاعي بالهنا والشفا، تحفة، طعمه تحفة ولون دهبي وطبقة مقرمشة وتتبيلة لذيذة، وبالهنا والشفا، جربوه هيعجبكم أوي.